السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة بقى ايه؟ وصفة بتنجان بالبابا غنوج. وصفة جميلة جدا. بتنجان اهو انا شوياه. تمام. بصوا معايا بتنجانتين حلوين كده، يعني دول تقريبا كيلو الا ربع. نعمل الوصفة دي بس هنعملها بالبصل والليمون والطماطم وكده. بس هي وصفة تعتبر بابا غنوج وفي نفس الوقت تعتبر مسقعة، بس من غير زيت ولا اي حاجة. بتنجان مشوي هنعمله مسقعة. يلا بينا نشوف بقى هنعمل الوصفة دي ازاي، وهي أكلة سهلة وفي نفس الوقت مختلفة وفي نفس الوقت خفيفة وموفرة من الزيت، عشان يعني انتوا عارفين بقى الصيف وكده. الصيف ما بيحبش الزيوت ولا الدهنيات ولا الكلام ده. فهنعمل الوصفة دي النهاردة وتعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. وجينا هنا بقى ايه للوصفة بتاعتنا الجميلة. معانا هنا بقى أول حاجة، معانا طاسة كده حلوة تكون غويطة فيها حبة زيت صغنطتين. تمام. هننزل بقى أول حاجة بايه؟ البصل بتاعنا. دي بصلايه وسط. تمام. هننزل بقى بالبصل كده زي ما انتم شايفين. بصوا عايزه اقول لكم دي من احلى الوصفات السهله، يعني مسقعه وفي نفس الوقت مشويه، فيها طعم البتنجان المشوي. عارفين يعني ايه بتنجان مشوي؟ يعني طعم المشوي كده في الاكل، وانت بتاكلي حاجه كده تفتح النفس في نفس الوقت، مش هتبقى تقيله على المعده ولا الكلام ده خالص. نستنى بقى لما البصله بتاعتنا تدبل. تمام اهي زي ما انتم شايفين. هنشوحها نديها لون جولد كده، لون اصفر. وبعد ما تاخد اللون الاصفر ايه، هنفضل نقلب فيها كده لغايه ما تاخد اللون بتاعنا الجميل اللي احنا مستنيينه. تمام اهو زي ما انتم شايفين تشويحه كده يدبل بس. هننزل معانا هنا بايه؟ بصوا انا معايا هنا، يعني مش عارفه انتوا شايفينها ولا لا. بصوا هنا فلفل شرايح، ده فلفل حار. ومعايا هنا فصين توم مفرومين اهم. تمام. بصوا انا مش عارفه انتوا شايفينهم ولا لا، اهو لونهم ابيض دول. توم مفروم. ودول قرنين فلفل حار. ممكن تستبدلي الفلفل الحار ده فلفل رومي او فلفل الوان، مفيش مشكله، يعني حسب الرغبه. ومعايا هنا كمان معلقه كزبره ناشفه ومعلقه كمون مطحون. تمام. معايا هنا بقى ايه؟ عصير ليمونه او عصير ليمونتين حسب حجم الليمونه بتاعتك اهو. تمام. وهستخدم هنا صلصه هاينز. بصوا البصله لسه يعني هتصفر ليه وابتدى البصل يدبل. تمام كده. هنزل بقى اول حاجه بالثوم والفلفل اهو زي ما انتم شايفين. هنزل بالثوم والفلفل كده برضو هديله تشويحه. مش عايزه برضو اخلي الفلفل ياخد لون او يغمق، انا عايزه الفلفل يفضل بلونه كده اخضر زي ما انتم شايفين كده اهو. افضل اقلب فيه كده عشان البصل ما يتلسعش مني، وبرضو الثوم مش عايزاه يمرر، انا عايزاه يطلع ريحته بس. يعني الثوم لما بياخد لون بيمرر، فانا هنا مش عايزاه يمرر، انا عايزاه يطلع ريحه الثوم بس في البصل وفي الزيت. وفي نفس الوقت الفلفل مش عايزاه يغمق مني، انا عايزاه يبقى لونه اخضر كده عشان يبقى يديني لون حلو في الوصفه يعني او في الاكله. هنزل بالتوابل، الكزبره والكمون. تمام اهو زي ما انتم شايفين. الله اكبر الله اعظم واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمدا رسول الله. العصر جدا اهو شايفين. بصوا شايفين المنظر؟ شايفين يعني يعني بتتكلم عن نفسها من الاول كده، ومن البدايات الوصفه بتتكلم عن نفسها. وصفه حلوه جدا. هنا بقى هنزل بايه؟ المفروض ان احنا كمان يا جماعه معانا بقدونس، بس للاسف البقدونس شاحح من السوق. الخضره نفسها عامه يعني شاحه من السوق خالص، فممكن نستغنى عنه. وكمان وصفه الصلصه دي احنا هناخد كده معلقه صلصه حلوه كده هننزل بيها. ممكن تستغني عن الصلصه وتحطي طماطم وكمان هتبقى احسن، يعني بجد الطماطم هتبقى احسن. زي ما انتم شايفين نزلت بمعلقه الصلصه. وزي ما قلت لكم انا ما بستخدمش صلصات كتير، بس للاسف انا ما عنديش طماطم في البيت،
فقلت استخدم صلصة، ما بستخدمهاش كتير. تمام، حطينا يعني، قلنا نمشي الموقف ونحط معلقة صلصة بدل الطماطم المكعبات، بس لو حطيت الطماطم المكعبات هتبقى أطعم بكتير. تمام كده اهو، شايفين اهو. هننزل بعصير الليمون. خدوا بالكم ان احنا كل ده لسه ما حطيناش ملح اهو، زي ما انتم شايفين. وصفة سهلة وبسيطة وسريعة، مش هقول لكم يعني. انا هنا ما كترتش الفلفل قوي عشان الولاد، طبعا يعني ايه، عندي ولادي اطفال، ما كترتش الفلفل قوي. لكن عايزه اقول لكم ان انا لو عندي استعداد اكل الفلفل ده كده، بس طبعا الولاد. هنزل بقى بالبتنجان. تمام، احنا ليه نزلنا بعصير الليمون الاول قبل البتنجان؟ عشان البتنجان بتاعنا ما يسودش. هنزل بقى بالبتنجان زي ما انتم شايفين، زي ما انتم شايفين كده. وهنزل بقى ايه، بشويه ملح صغنطاطين كده. ماشي، طبعا البتاعه دي يعني ما تنزلش ملح كتير اهو. بس بقى هنهدي النار شويه، ايه وبما ايه، نقلب البتنجان كده في الخلطه بتاعتنا او في الصلصه والفلفل اهو، زي ما انتم شايفين. طبعا البقدونس لو موجود عندك بتحطيه بقى بعد ما بتقلبي البتنجان وبتعملي الوصفه كامله تماما وخلاص، هتضيفي عليها بتكوني مقطعه البقدونس ده يعني قطع صغيره خالص. بصوا بقى هنا كانت ايه، بصوا قلبنا البتنجان في الصلصه والبصل والفلفل، بصوا بقى شكله اهو، شايفين. لو عندك بقى البقدونس بعد ما تخلصي الوصفه تروحي حاطه بقى بقدونس كده على الوش، شكل وطعم يعني. البقدونس هيدينا شكل حلو وهيكمل معانا التيست. تمام كده بقى خلصنا الوصفه، لكن ما خلصناش المقادير بتاعتنا. ننزل اخر حاجه بمعلقتين خل. وصفه مسقعه دي بقى ولا مش وصفه مسقعه؟ اهو، نسيبها بقى تاخد غلوه كده في الخل زي ما انتم شايفين، وبعد كده هنرفع عليها. تمام، ابتدت ايه تغلي يعني اهي، انا بهزر معاكم. بصوا خلاص ابتدت ايه تبقلل اهي. انا عايزاها بس ايه تتشرب من معلقه الخل اللي انا حطيتها. خلاص كده خلاص. بقدونس بقى، ما تنسوش البقدونس. هنطفي عليها وهنبتدي بقى ان احنا نقدمها. خلاص بقى خلصنا، نبتدي ننزل بقى بالمسقعه بتاعتنا. عايزه اقول لكم البوتاجاز بتاعي كان عامل دوشه بسبب ان انا ما كنتش واخده بالي ان شباك المطبخ مفتوح، فالهواء عمال يطير النار وعامله صوت كده مش عارفه تولع يعني، او زي ما انتوا شفتوها كده في الفيديو. بصوا هي كتير، بس انا بقى ايه، هاكلها كلها. بعد ما اكل بالعيش هاكلها بالشوكه. فظيعه فوق الفظيعه. عايزه بقى حبه بقدونس يا جماعه، انا بحلم بالخضره عشان هي شحه من السوق شويه اهي. شايفين؟ مش عارفه باينه ولا لا الاضاءه او ايه، النور منور قوي بتاع المطبخ. شايفين حلوه ولا لا؟ ايه رايكم؟ ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.